كم مرة توقعت توقعات سيئة طيرت النوم من عينك طول الليل؟ وكم مرة تخيلت إنه نتيجة الغلطة أو المشكلة أو التأثير اللي في حياتك أو العجز اللي موجود في حياتك هيؤدي بيك لمشاكل مهولة، ولكن ده ما حصلش؟ من 5 سنين فاتوا مثلا أكيد كان في حاجة مقرقاك وكانت مخليك شايف المستقبل أسود. أنا جاية النهاردة عشان أكلمك عن القلق المرضي ده. أنت في نقطة تحول وأنا مارينا ظريف وجاية أكلمك عن كتاب اترك القلق واستمتع بالحياة لديل كارنيجي. النهاردة هحكي لك عن أول قصة موجودة عنده في الكتاب للمسؤول التنفيذي لشركة زيت اللي دخل مفتش من الحكومة وقال له انت عندك قضايا اختلاس، وقضايا الاختلاس دي هتعرضك للمساءلة القانونية، يا إما تدفع لي رشوة، ولما تدفع لي رشوة ويجي المشكلة اللي عندك أو يجي الشكاوى القانونية اللي عليك أنا هتستر عليك. والراجل هنا فقد نومه، مع انه ما اختلسش، مع انه ما اشتركش، مع انه ما جراش اي شيء، حصل له ستريس وفقد نومه واتشل تفكيره وما قدرش يعمل ايه لغايه لما قرر ان هو يقرا الشابتر التاني او الفصل التاني من الكتاب اللي انا بحكيه لكم، اللي هو How to Stop Worrying and Start Living لديل كارنيجي، علشان يقرا قصه حد تاني غيره ويعرف ايه التبس اللي عملها ويقرر ياخد خطوات معينة. لو انت مهتم تعرف هو عمل ايه وحل مشكلته دي ازاي، تابعني واعمل فولو واعمل شير واستنى بكرة هنزل لك باقي القصة. باي باي.